السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بأتم الصحة والعافية. أنا بتكلم بموضوع ممكن يزعلك وممكن يزعلك، وأساسا أنا كذا كذا زعلان من اللي وصلنا له من قلة الحياة. بعض اليمنيات بين قوسين بعض اليمنيات يطلعن في بث مباشر، وهذا هو صور صوتي، يطلعين يغنين ويطلعين يخرفنين. نعم، من المغتربين اليمنيين اللي في أمريكا واللي في دول الخليج. بإيش؟ بالمسخرة، بالغناء، والمحتوى الثاني يا المطنوخ. أنا جالس أسمع هنا، أنا أتسمع يا المطنوخ ركبني على فلانة، خليني أركب على وذيك. تقول لا والله العظيم ما تركبني، أتحداه يركبني. وهذاك نعم يتحمس ويقوم يرسل له. طبعا هذه شبكة يضحكوا على مين؟ على اللي تكون مثلا ظروفه صعبة، اللي تكون مثلا ما عندش أهل، ما عندش رقابة، واخذة راحته بالبيت، تفتح مايك تقوم تغني، تقوم تتمادى. شبكة يجمعوا كمية من الداعمين. مش بعيد إنه الموضوع يتطور أكثر من كذا، يرجعوا يصوروا الداعمين هذا بشكل غير لائق ويرجعوا يهددوهم. لما يطلعش الموضوع هذا. هذه الحاجات لما تطلع داخل السوشيال ميديا كيمنية وعاملة العلم اليمني، وتقول لفلانة تقول أني من صنعاء، وذيك تقول أني من تعز، وذيك تقول أني من أب، وذيك تقول أني من عدن، وذيك تقول أني من حضرموت، ليش؟ والموضوع تزايد، صار مش بث واحد، صاروا 6-7 بثوث. وفوق هذا كله تلاقي في 2 رجال 3 رجال اللي يرتبوا له هنا الموضوع. يلا اتكلمين على فلان، يلا حمسين فلان، يلا انت انزلي، باقي يدك تطلب الله كذا بالعربي الفصيح كذا، وقاحة قدام الناس. يلا باقي انت تدعمي، يلا يا المطنوخ، وقامت تماعبك يلا يا المطنوخ ادعمني، ركبني على ذي. ايش الكلام القبيح هذا؟ وهذاك يجي ويدعم يقول الله أنا بشير لمطنوخي. إيش في لعنة الله على أبو تكين؟ كلي تراب. قومي اعجني وعملت لك صلع، قومي اعجني وعملت صلع وبعتيهم، قومي اعملي لحوح، قومي اعملي خبز، قومي اعملي زربيان، دز زربيان وطلبت الله، بدل الرخص هذا وقلة الحياة. ما بش مع أبو تكين أهل، ما بش ضباط، ما بش رجال. ولما اجي، والمشكله ان انا لما اجي يا بناتي يا خواتي لمكة تعملين، يقوم واحد من المشرفين يكتمني ويسكت. قلتوش شبدا انصح، شبدا اتكلم، قاموا يكتموني. القوا من الان. بدينا بالنصيحه، انتم تقولوا مش انصح اجينا عشان ننصحين. قالوا انت اسكت، انت جيت متدور مننا، خلي احنا نطلب الله. تطلبي الله بداخل التيك توك، تتمايعي وتقلي بأدبك، تتكلمي بكلام إيحاءات جنسية، وترمي بكلام للداعم عشان يدعمك، وترجعي تشله وتجلسي تفتهين انت وهو، وترجعيش تقومي تهددي امه. اخواني بشكل عام، اللي بالخليج ولا اللي بامريكا ولا اللي هو مستطيع ويقدر يدعم في اسر يمنيه متعففه داخل اليمن، ادعمهم. بدل ما التيك توك يشول 80% وتقوم ترتاح لك شويه، قمت قشببت وتبصر نفسك بعد ان جيت نبصر سرتك بالسوشيال ميديا مش حلوه. قع آدمي حتى لن تشتي كل خرسة على الناس. أما هذه لاقى دعم أكثر منك، تروح له، ما هيش فاضي لأبوك. أنت مجرد فلوس قدامي، ما أنتش آدمي ولا أنت متنوخ ولا أنت حاجة. أنت تساعد هذه العينات على الفسق، تساعد على العينات هذه على الخراب. في بثوث زي هذين مشيش أحد الدول سوريات عراقات، قد هن بذيئات، قد هن طرحن صور مش تمام، وانتم عارفين وانا اعلم انكم عارفين. لكن عاد اليمنيات مستحيات شويه، وتدريجيا بعد الوحده لا شافها صاحب تندعمه وهي من دعمش، تقوم تقل حياء ازيد من هذيك. تنافس بالرذيله، تنافس بقله الحياء، قسما بالله تنافس بينهن. مش بث واحد ولا 2 ولا 3، قد هو بثوث على أساس أنه موهبة، أعرض موهبتي. وأنا تعرضي موهبتك بالسناب. غني كل كان 8 مدري 10 حبات تغنين. الشعب اليمني قاهو يجلس يسمع مني فلانا اللي يطلع بالتيك توك تغني متناقوع.
عيب مع باقي اللي معانا الكرامة والستر. استترين لعن الله أبو شكالكين.